انا ما عنديش جريمه باش تحقق. اللجنه شرفت على الامتحان، خرجت دوك النتائج، انا كنثق في اللجنه ديالي. علاش غندير تحقيق غير واحد جالس في القهوه يقول لي تحقيق فتح تحقيق؟ راه فيها قدره النيابه العامه، فيها قدره الرئاسه، فيها قدره كل شيء ديال وزاره العدل. كيفاش هادو زعما كلهم خايبين؟ هذاك اللي جالس في القهوه في فيسبوك كيكتب، ولا هذاك اللي سقط هو اللي مزيان؟ اسمحوا لي، اسمحوا لي. ودابا المعتقلين ما همكم، هذوك اللي على برا اللي همكم. لا طبيعي لان النتيجه اللي خرجت، النتيجه النهائيه اللي خرجت فيها 800 ناجح. فجيت قلت لهم لا، نقصنا شيء اما باش ندوزوا 2000 حتى توصل 2100 وشي حاجه قبلتها. علاش؟ لانه انا ما عنديش حدود في مناصب شغل، هذه مهنه حره. لو فيها حدود في مناصب، هو عندي دابا 85,000 مرشح للمنتدبين القضائيين، عندي 260 منصب شغل. عباد الله غادي يقولوا لي دوزتي الملائكه خليت الشياطين ولا العكس؟ كي غندير؟ ها هي عندي 85,000 مرشح ل 260 منصب شغل، وديرها انت. عندي شحال واحد يتخرج في الايكونومي؟ عندي شحال 20 ولا 22 واحد منصب. كي غندير لهذوك الالاف اللي كيتخرجوا؟ شوف، واحد النهار كنت مع عميد كليه الحقوق في مستوى عالي في دوله عاليه، قال لي اش كديروا في كليه الحقوق؟ قلت له اللي خدا البكالوريا كيدخل. شاف فيا بالانجليزيه لانه انجليزي، قال يو ار كريزي، قال انت احمق. قلت له علاش؟ ما تيدخلش لكليه الحقوق الا عنده 19 في المعدل. والله ما تدخل ليها حتى تدوز 4 سنين وتجيب شهاده في علم الاجتماع، في علم النفس، في الاقتصاد، عاد عندك الحق تمشي تدوز كليه الحقوق. هيا فقره ولدي في كندا، حتى تولي 4 سنين، حتى تدوز 4 سنين، دوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل. ومن بعد كتجي كدوز على الامتحان حتى تقرا القانون، ولا بغيت تقرا القانون خصك تجيب 19 في المعدل. ها يلا. نعم، ولدي عنده 2 الاجازات، وعنده في موريال.